السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا. النهارده زي ما احنا شايفين كده هنعمل الماسك او القناع بتاعنا بالموز. طبعا كلنا عارفين فايدة الموز للبشرة. اولا بيرطب البشرة، ثانيا بيزيل التصبغات والنمش في البشرة، بيدي تفتيح، بيدي نضارة، بيدي جمال كده، يعني ما شاء الله عليه. روعة جدا جدا في الماسكات، جربوه ان شاء الله يعجبكم. اول مكون معانا النهارده الموز بتاعنا الجميل ده ما شاء الله عليه اهو. هناخد منه، طبعا انا جايباها انتوا شايفينها سودة بس انا عاوزاها مستوية، طبعا علشان خاطر تبقى سهلة معانا في يعني هنهرسها بقى بالشوكة. وان شاء الله زي ما احنا شايفين كده هي نص موزاية، مش عاوزين اكتر من كده. وهنهرسها ما شاء الله، هنخليها يعني ايه بقى، يعني انا جايباها مستويه علشان خاطر تبقى سهله معانا في الهرس، تبقى طريه جدا جدا يعني. طبعا هي مش مستاهله ان احنا نضربها في الخلاط لان هي نص موزايه، يعني مش اكتر من كده، يعني طبعا هي للبشره. كمان يا جماعة الموز بنستخدمه كمان رائع جدا جدا في فرد الشعر، يعني ما شاء الله عليه جبار في فرد الشعر، مع طبعا مكونات تانية. ان شاء الله قريب هعمل لكم برضو كرياتين طبيعي بإذن الله الشعر بالموز. بس اما احضر المكونات التانية ان شاء الله. معانا هرسنا الموز، شايفينه بقى جميل ازاي ما شاء الله عليه، بقى طري قوي قوي اهو، شايفينه ما شاء الله عليه طري جدا جدا، لانه هي طبعا هي مستويه طبعا، فما شاء الله عليها ما خدتش معايا وقت. المكون التاني يا جماعه وهو مكون سحري، سحري بجد، فيه بياض البشره وترطيبها ونضاره، لانه طبعا غني بالفيتامينات والمعادن والنشويات، وهو الرز المطحون. معانا معلقه من الرز المطحون يا جماعه الجميل بتاعنا. لو مش عندك بقى رز مطحون تقدري تجيبي تحطي نشا، يعني ما تقفيش عند حاجه معينه او مايزينا زي ما بيقولوا يعني. اهو احنا معانا الرز بتاعنا الجميل. الرز يا جماعه رائع رائع رائع. طبعا الكوريين بيستخدموا دايما الرز في للبشره، عشان كده دايما نقول لك ايه ماسك كوري، عشان هما مشهورين بالماسكات الجميله اللي هي بتاعه الرز. قلبنا المكونات بتاعتنا، شوفي بقى جميل بقى ابيض اهوت، وبقى عامل زي الكريمه كده. طبعا اهو ما فيهوش اي تكتلات خالص خالص، ما شاء الله عليه روعه. بجد ماسك يستحق التجربه وهيعجبك وهيفيدك، وانا متاكده من كده. شايفين؟ وهو ده الماسك بتاعنا النهارده. فاضل مكون واحد بس هنحطه، وده علشان لو في اي بثور ان شاء الله الزيت دوت ان شاء الله يقضي على البثور ويفتحها ان شاء الله. معانا زيت اللوز الحلو، ودايما بنستخدمه طبعا في وصفاتنا الجميله. هنحط منه حوالي نقطتين كده او 3 زيت اللوز الحلو زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهو. وكده اكتمل الماسك بتاعنا الجميل الروعه ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي، جميل جدا جدا. طبعا هنعمل ايه، هتستخدميه طبعا على بشره ناشفه ونضيفه اهو يا جماعه، جميل جدا جدا ما شاء الله اهو. على بشره ناشفه، وهتسيبيه حوالي تلت ساعه. تلت ساعه حلوه قوي، هيبتدي بقى يكون نشف معاكي، تقومي تغسليه. طبعا يا ريت توزعي الماسك او القناع على البشره وعلى العنق الرقبه، ماشي، علشان ما ينفعش. احنا طبعا بنوحد لون البشره، بنشيل التصبغات النمش، بيدي تفتيح ونضاره. عشان البشره ما تبقاش ليها تبقى لون والبشره لون تاني والرقبه لون تاني، عاوزين نوحد لون البشره للاتنين. هو ده الماسك بتاعنا النهارده الجميل، واعمليه مرتين في الاسبوع، او كل ما توفر عندك الموز تقدري تستخدمي الوصفه. ان شاء الله يا رب يعجبكم، والف شكر ليكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. في رعايه الله يا احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلام. هو ده الماسك بتاع النهارده، شايفينه روعه اهو. 3 مكونات بس هتحصلي على بشره بقى ايه، مفيش اروع من كده. في رعايه الله يا احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلام.